السلام عليكم يا اخوان. غادي نسمعوا هذا الفيديو هذا من السيد بيدرو سانشيز. لكن الاخوان في الاول كنقول لكم ما تخافوا حتى من شي حاجه، كونوا مطمئنين على ديك القضيه ديال المدن ديال 15 دقيقه اتكلم. اذا سمعوا الفيديو ونرجعوا نشوفوا الحقيقه على هاد المدن ديال 15 دقيقه. بقاو معنا وسمعوا الفيديو. Solamente van a poder salir de su domicilio para trabajar, para ir a comprar el pan, los alimentos que necesiten, para ir a comprar medicinas, para sacar algo de dinero de los cajeros, o a lo mejor para poder sacar al perro si tienen algún animal doméstico. En definitiva, esas son las actividades cotidianas que vamos a poder hacer y que van a justificar el que se pueda hacer uso de ese espacio público, que es la vía pública. Noticias en los medios de comunicación que han dicho que hay personas de otras comunidades autónomas que han ido a pasar estos días a un lugar de costa o a un lugar de montaña. Bien, da igual. Esas personas a partir de hoy, todo lo que podrán hacer será lo mismo que un residente. Podrá ir a comprar el pan, podrá ir a comprar el medicamento, pero no podrá ir a la playa. No podrá ir a una terraza, no podrá ir a una estación de esquí. السلام عليكم يا اخوان. كيف ما سمعتوا في الفيديو هذا كان تصريح ديال السيد بيدرو سانشيز. لكن يا اخوان هذا الفيديو هذا قديم كيرجع لزمن كورونا. بقاو معنا حتى الاخر يا اخوان من فضلكم نشوفوا التفاصيل والمعلومات على هذا البروجي ديال المدن ديال 15 دقيقه. اخواني الاعزاء كنرحب بكم جميعا اينما كنتم على قناه ابو ايمن تي في اللي هي كذلك القناه ديالكم. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم بصفه عامه مع القناه، فضلا وليس امرا اللايكات والبارطاج لتعم الفائده. نشوفكم بعد الانترو. السلام عليكم يا اخوان، كنرحب بكم من جديد. كيف ما سمعتوا هذا كان تصريح ديال السيد بيدرو سانشيز في زمن كورونا. يعني الاخوان ما عنده حتى شي علاقه مع هذا البروجي او هذا البلان ديال المدن ديال 15 دقيقه، وبالتالي الاخوان كونوا مطمئنين، لا خوف علينا، ما كاين لا تشديد القيود ولا هم يحزنون. اذا اخواني الاعزاء لكل مقال مقام. هذا الشيء هذا وهذا التصريح هذا تحط في السياق ديالو، يعني في واحد الوقت اللي كان فيه تشديد القيود، وبالتالي هذا الفيديو هذا بريء براءة الذئب من دم يوسف من هذا البروغرام او هذا البلان ديال المدن ديال 15 دقيقة. درت فيديو الاخوان وشرحت لكم هذه القضية بالتفصيل. هذه القضية هذه اللي دايرة ضجة ديال المدن ديال 15 دقيقة، هاد القضيه داخله في واحد البلان ديال 2030 وكيدخل في واحد المشروع ديال تقريب الخدمات من المواطنين. وبالتالي الاخوان الاهداف ديالو اهداف انه المواطن ما يبقاش يستعمل الطوموبيله، يعني داخله في محاربه التلوث، داخله في كوب 2030. يعني العالم كامل كيجتهد في هذه القضيه هذه، وبالتالي شافوا ان الفكره يعني الزوينه اللي غادي تصلح باش نحاربوا بها التلوث هي انه نقربوا من اي حي اي مدينه جميع المرافق اللي كيحتاجها المواطن، وبالتالي ما يضطرش انه يمشي ويدي بلاصه من بلاصه اخرى باش يمشي للسبيطار، يمشي للسوبر ماركت الى ما غير ذلك. وهذه فكره الاخوان جات في 2016 ديال العالم الكولومبي الفرنسي، وراه كنت قسمت معكم فيديو شرحت لكم داكشي بالتفصيل. والعمده ديال باريس عجباتها الفكره ودارتها في الحمله الانتخابيه ديالها الى ما غير ذلك. وبالتالي الاخوان الله يجازيكم بخير، لا للتهويل لا للتخويف. هذا الشيء هذا كيف ما كنقول لكم بروغرام 2030، وكاينه واحد البروغرام 2035 انه حتى السيارات ما عاد يبقاوش يتفابريكاو بالغازولينا والديزل، يعني كلشي غيولي الكتريك او لا هيدروجين. هذا الشيء كاين داخل في لاكوب كما قلت لكم 2030 ديال كيقولوا له شي حاجه الاخضر. اذا اخواني الاعزاء لانه بزاف الناس مخلوعه كتقول لك اخي طريق راه داروا الكاميرات، اخي طريق راه غادي يشدوا علينا، اخي طريق لا 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 اخوان، حتى شي واحد بقوه القانون ما يقدر يسلبك الحريه ديالك ديال الديبلاسامنت. يعني تمشي فيما بغيتي، انت حر تمشي تاكل فيما بغيتي، انت حر تمشي تقضى منين ما بغيتي، انت حر تمشي تزور عائلتك فيما كانوا. ما كاينش حتى شي قانون يقدر يمنع
يعني الانسان انه يمارس الحياه ديالو اليوميه. بالي نفترضوا بان هذا الشيء هذا اللي كتقولوا مثلا صحيح، ياك الاخوان؟ ايوا والعمل، كاين شي واحد كيخدم في بوبلو ديالو، راه كاملين كنضطروا اننا نديبلاصاو 30 كيلومتر 40 كيلومتر باش نديروا الخدمه، يعني العمل. ما يمكنش شي بوبلو يوفر اليد العامله لجميع المواطنين اللي ساكنين فيه. اذا هنا تناقض، وبالتالي الاخوان الله يجازيكم بخير. وانا غنخلي لكم واحد الفيديو، ها هو دابا غادي نخليه لكم، ديال واحد الاسباني كيشرح داك الشيء بالتفصيل وكيقول الكلام اللي قلت له انا. هذه دابا شي يومين باش نزلت الفيديو، يعني تسمعوه مزيان. اي سون بولو نادا ماس، ما كاين حتى شي حاجه الاخوان، وما تخافوا حتى من شي حاجه. وإلا كان شي حاجه في 2030، يعني غادي يكون واحد البروغرام انهم يقربوا المؤسسات سواء العموميه او لا مثلا الصحيه او لا للمواطن، فهذا في صالح المواطن. يعني مزيان اننا نجبروا سبيطار قدامنا ما نديبلاصاوش، هادشي هذا كيخدمنا. ولكن حتى شي واحد ما يقدر يقول لك ما تخرجش من الحي ديالك، بقى في المدينه ديالك. لا الاخوان، مستحيل مستحيل. كاينه واحد التجربه ديال اوكسفورد، وراه دابا فيها تظاهرات الى ما غير ذلك، بغاو غير يديروا لهم شي تقييدات الى ما غير ذلك. ولكن الاخوان هادشي هذا راه ما ينجحش. واخا لنفترض جدلا انه كاينه شي مؤامره الى ما شي مؤامره، ما عادي تفشل، مستحيل. يعني الانسان طواق الى الحريه، طواق انه ما يفرض عليه حتى شي واحد شي حاجه. ولكن هادشي هذا راه كنقول لكم اخوان، راه القانون هكا ماشي، ما يمكنش الاخوان، ما يمكنش. وبالتالي الاخوان هي فكره فقط ديال 15 دقيقه لتقريب الخدمات من المواطن، باش ما نبقاوش نديبلاسيو، باش ما نبقاوش نستهلكوا يعني المازوت والديازل واللوت والجو. وبالتالي عليها قال لك 15 دقيقه باتينيتي او لا على رجلك او لا بالدراجه الهوائيه. اذا اخواني الاعزاء، غادي نخليكم حتى فيديو اخر، ولكن الله يجازيكم بخير تصنتوا هذا الفيديو هذا، ومن بعد نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. وسمعوه مزيان شنو كيقول، راه موضح كل شيء مطقطق. حتى السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. Estos días circula un bulo sobre la ciudad de los 15 minutos. ¿Y qué dice este bulo? Que estas ciudades de 15 minutos pretenden crear guetos, parecido al de la saga de los Juegos del Hambre, controlar nuestros movimientos y prohibir las entradas y salidas de los barrios. Es decir, encerrarnos. Esto es falso. Pensar que tenéis un padre o un hijo enfermo. ¿Cómo les vais a visitar? Pues muy fácil, simplemente saliendo, porque nadie te lo va a impedir. Las ciudades de 15 minutos lo que realmente pretenden es que tengamos todo lo que necesitemos a 15 minutos de casa. Los colegios, los centros de salud, el trabajo, las compras, el ocio. Es decir, que esté todo cerca para no tener que hacer grandes desplazamientos ni depender del coche. Pero es que no es una cuestión de obligaciones o prohibiciones, es simplemente facilitar que podamos ir a la compra andando o en bici. De hecho, la mayoría de los españoles ya viven a 15 minutos de muchos de estos servicios. Alguno ha tenido que pedir permiso para irse de vacaciones. Ahora tienes que avisar y habrá pues unas barreras, unos controles. ¿O permiso para salir de su barrio? No, ¿verdad? Claro, porque es mentira. برافو 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 برافو، تحليل منطقي 100%. تحياتي للجميع، نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله.